السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، بهنيكم وعيد سعيد وعيد مبارك ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة ان شاء الله دخول عيد الاضحى المبارك، ربنا يا رب إن شاء الله يستجيب لكم ويكون عيد الفرحة وعيد كل حاجة حلوة بأمر الله. وجمعة مباركة عليكم حبايب قلبي. النهاردة طبعا يعني جمعة مميزة جدا جدا، ربنا يجعلها إن شاء الله جمعة الخير والبركة والهدوء الداخلي لأصحاب برج القوس في كل العالم كله بأمر الله تعالى. أصحاب برج القوس النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات، أتمنى إنها تكون توقعات خفيفة وفي نفس الوقت بأمر الله تكون إيجابية إن شاء الله، وطاقتكم تكون موجودة معانا النهاردة بأمر الله تعالى. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، واللايك ده بيدعم قناتكم الجميلة بناسها الجمال أصحاب برج القوس. فيا ريت اللي بينسى أول ما يدخل كده يعمل لايك عشان ما تنسوش يا حبايب قلبي. وعايزين نوصل الفيديو ده إن شاء الله لأكبر عدد من اللايكات بأمر الله، عشان الناس كلها تستفيد إن شاء الله. أصحاب برج القوس، عايزين نركز مع الطاقة علشان إن شاء الله طاقتكم تكون دلوقتي معانا بأمر الله. الطاقة بتاعتك بتقولك وبتحذرك وبتقولك الفترة دي بلاش تتعصب خالص، الفترة دي بالذات، لأن أنا قلت لكم قبل كده كلها روحانيات، عايزينها تبقى روحانيات إيجابية ليكم بأمر الله، ما تكونش عليكم. يعني الفترة دي لازم تمسك نفسك في أي شيء يتعرض عليك ما يكونش عاجبك، أو حد إن هو يستفزك علشان يخرج اللي جواك أو كده. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تلاقي نفسك خلاص يعني ما انتش قادر تقاوم النرفزة اللي انت فيها، بس تمالك أعصابك عشان طاقتك دايما تبقى نظيفة. تمالك أعصابك الفترة دي بأمر الله. طيب انت يعني ما شاء الله جاي لك خير بقى غير متوقع، يعني ما كانش في الحسبان. يمكن انت كنت رميت الطوبة ديت، يعني رميت طوبة الشيء دوت، يعني انت قلت خلاص بقى ومش هيجي، وانا بقالي قد ايه ومعرفش ايه وكلام كتير جدا جدا، طبعا كلام سلبي طبعا، وانا كنت محذركم من الطاقة السلبية ما تخلوهاش تتمكن منكم. فان شاء الله الخير جاي لك بامر الله، والفتره اللي جايه ديت ان شاء الله هتكون فتره حلوه جدا جدا. يمكن كان عندك ركود شويه، انما عندك يعني هنقدر مثلا نقول انها هتبقى فتره انتقاليه في حياتك، فتره تغيير كامل، فتره ما شاء الله. يعني الناس والله الناس حاسداك اصلا، والناس هتحسدك اكتر الفترة اللي جاية دي. يعني انت هيجيلك خير من كذا باب ان شاء الله، من كذا مكان، من اشخاص انت ما كنتش يعني تتوقع ان هم يتواصلوا معاك، ويبقى في خير مشترك بينكم ان شاء الله بامر الله. وقولوا يا رب، وقولوا يا رب ان شاء الله. في قانون خلي بالكم معايا من الكلام، قانون معين انت هتشتغل عليه، سواء بقى المجال بتاعك ده اي شيء، المهم ان انت في قانون هتشتغل عليه الفترة الجاية دي، قانون هتشتغل عليه الفترة الجاية دي.
واحسن ليك مليون مرة. عندك ورق منتهي في اوراقك لازم تجدده، بطاقة شخصية، فيزا، اوراق خارجية. بصوا، اي شكل من الاوراق هي منتهية وانت يعني بتأجل فيها، ولكن لا، مفيش تأجيل بعد كده، لازم تخلصها الايام دي والفترة دي. خليك قوي الملاحظة الفترة دي، خليك يعني نشيط، خلي الذاكرة عندك شغالة دايما، ماشي. يا ريت يبقى غذاء ملكات النحل اللي هو القطفة الأولى، اللي هي طبعا غذاء الجبلي للنحل ده، بيبقى عسل وغالي جدا جدا وجبار جدا جدا، علشان الذاكرة بتاعتك لازم الأيام دي تكون شغالة كويس قوي. عندك حسابات كتيرة جدا جدا الفترة الجاية، عندك أموال جايالك، أموال حلوة جدا جدا، عندك فرحة، في فرحة في بيتك، في فرحة في مكان شغلك إن شاء الله، فيه رجوع لمنفصلين ومطلقين، فيه رجوع أبناء ليكم إن شاء الله. خدوا بالكم من الطاقة اللي هي شغالة دلوقتي، عشان الطاقة سريعة هي معايا الحمد لله والشكر لله. عندك رجوع لأبناء كان يعني كنت فاقد الأمل في رجوعهم، راجعين لحضنك إن شاء الله. في رجوع لمطلقين ومنفصلين، في فرصة جواز حلوة جدا جدا برضو لمطلقين ومنفصلين. لو ما فيش رجوع ليهم يبقى في جواز جديد، بس نسبة المطلقين والمنفصلين اللي كانوا يعني زعلانين وبينهم هاجر وي وي وي، في رجوع في رجوع في رجوع. في عندك مقابلة ضرورية هتحسم بيها شيء، خلي بالكم، ولازم تبقوا في أشد يعني ذكاء أولا. تاني حاجة تبقى الرونق بتاعك عالي جدا جدا، تبقى يعني تخلي بالك من مظهرك أكتر، يعني أنت أنيق وشيك وكل حاجة ماشي، تخلي بالك أكتر الفترة الجاية دي، تخلي كده يعني تغير فكرة كان في حد يعني قايل حاجة عنك كده لبعض الناس، غير الفكرة دي بتعاملك، بمظهرك، بإلقائك الكلمة. خليك متيقن ان إرادة ربنا فوق كل شيء، خليك متيقن ان إرادة الله فوق كل شيء. يعني انت كنت بتسعى لشيء وربنا ما أرادش لك فيه الخير، او ده جاي لك حاجة اكبر من اللي انت كنت بتسعى فيها، لان إرادة الله فوق كل شيء، إرادة الله فوق الجميع، في جميع البشر. إرادة الله هي اللي هتوصلك للشيء الحلو ده. قول يا رب إن شاء الله خير بأمر الله. احذروا بس من مصروفاتكم عالية جدا، عندك مصروفات كتير عالية. طبعا احنا عارفين اصحاب برج القوس يعني اللي في جيبهم مش ليهم، بيحب التنزه، بيحب المشتريات، بيحب ان هو يبقى على طول يعمل شوبينج كل يوم، عايز كل يوم، بس يخلي الايام ديت يعني مصروفاتك تكون هادية شوية. عندك اختيار يعني تختار شيء من 3 أشياء، هتختار شيء من 3 أشياء هيتعرضوا عليك، هيجولك في يعني في شيء معين. المهم انت هيبقى ليك اختيار في 3 أشياء، الاختيار اللي انت هتختاره هيكون مميز. في حد حطك في دماغه وبيراقبك، في حد حطك في دماغه وبيراقبك جدا، الشخص ده مش كويس خالص، خلي بالك منه. هو بصوا هقول لك انا هو ممكن يكون لون بشرته
خمري، في شنب في وشه، عنده زي اصلع من قدام كده شوية في الشعر. ده انا طبعا بوصف رجل، يعني ده رجل ماشي، ده رجل اللي انا بوصفه. مش في الطول، مش طويل قوي يعني، ده راجل يعني نقول عليه ايه، ربنا ان شاء الله ينتقم منه، لانه مش كويس خالص، مش كويس. عايز يعمل لك مكيدة، عايز يسمع عنك خبر كده ويوزعه بين الناس. المهم يعني خلي بالك منه جدا، خلي بالكم منه يا جماعة. هيجيلك هدية، هيجيلك هدية في الطريقة هي فيها شيء، فيها شيء، يمكن نوع بخور معين، هيكون وش السعد عليك، هيكون وش السعد عليك. اكررها تاني، هيكون وش السعد عليك. خلاص، في مال عليك لازم تدفعه، ادي الحقوق عشان يجيلك الحق، ادي الحقوق عشان يجيلك الحق. المال لازم تدفعه عشان يجيلك الحق بتاعك. هتخرج يعني كده نزهة بقى، اجازة بقى هتعملها، هتخرج كده شوية كده، اتنزه عن نفسك شوية يعني، انت وحبايبك بقى، انت والناس اللي بتحبهم، انت مع نفسك يعني، انت واختيارك. في طيب هقول لكم على حاجة، في طيب في حبات لؤلؤ، حبات لؤلؤ، هتجيلك، انت هتجيبها، حد هيديها لك. مهم في حبات اللؤلؤ. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، بحبكم جدا جدا. متنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، قناة برج القوس، وكل عام وانتم بخير.